بس يا خالد، تقدر تقول لي النهارده ايه في الايام؟ الحقيقه يا دكتور انا عمري ما عرفت الايام الا من خلال النتيجه وبس. طيب ما النتيجه ايه؟ النهارده السبت. لا يا دكتور، السبت كان امبارح، النتيجه غلط. لنفرض ان امبارح كان السبت، يبقى النهارده ايه؟ يبقى النهارده السبت. لا انا بتكلم بجد. اذا كان امبارح السبت يبقى النهارده ايه؟ يبقى النهارده السبت برضه يا دكتور. وبكره السبت برضه؟ ايوه. لا انا بسأل بجد والله، اصل سؤال مهم عندي عشان معلش يعني. اذا فرضنا يعني ان امبارح كان السبت، يبقى النهارده ايه؟ يبقى النهارده السبت برضه يا دكتور. ده رأيي انا، ثم ده الرأي العلمي حتى. الاصل في الزمن مش انه مقياس للتغير. طول ما فيش فيه تغيير يبقى ما فيش فيه زمن. تقدر حضرتك تقول لي ايه اللي اتغير في الدنيا من امبارح لغايه النهارده؟ على الاقل انت امبارح كنت عاقل، النهارده محل شك. عظيم. يبقى زمني انا اللي اتغير، لكن زمن الناس كلها ما اتغيرش. يبقى النهارده السبت برضه. امبارح كان السبت، والنهارده السبت، وبكره السبت. امال الحد يجي امتى؟ قلت لي الحد يجي امتى يا دكتور؟ الحد يجي لما نحس ان النهارده اختلف عن امبارح، لما نحس ان الدنيا اتقدمت بينا خطوه، لما نحس ان عداله النهارده اكتر من عداله امبارح، لما نحس ان ظلم النهارده اقل بكتير من ظلم امبارح، لما نحس ان احنا لاقيين مكان في الاتوبيس، لما نلاقي سيجاره وفرخه من غير صابون، لما ما نقبضش على بياع البطيخ ونسيب بياع البلد، لما نحاكم الوزير وهو لسه وزير، لما نحس ان احنا اتقدمنا خطوه او ترقينا سنتي، يجي الحد يا دكتور.